تخيلوا يا جماعة، بس عشان شعرها أسود بلدها متها وأهلها باعوها للموت، بس هي رجعت بالزمن وناوية تخطف عريس أختها. قلبهم كلهم كانت طيبة وهبلة، بس دلوقتي عرفت إنها مجرد كرت محروق لأبوها. حتى أخوها البجح موافق يضحي بيها بمنتهى البرود. أختها كانت ميتة من الخوف، بس راسي صدمتهم وقالت لا مش موافقة. أهلها بلعوا لسانهم، وأمها الحرباية بتقول لها ضحي عشان أختك. بجاحة ملهاش حدود. الإمبراطور سمير ده طاغية ومجنون بيقتل الدبانة، وأختها ما سمعت كده ركبها خبطت في بعض، بس راس عينها على الانتقام. راس فكرت كويس جبروته في حياتها اللي فاتت، ده غير إن عنده 6 محظيات بيكرهوا بعض، يعني هتدخل عش الدبابيرة برجليها. المحظيات هياكلوا راس صاحية، بس هي مثلت الدور وقالت لأختها ما قدرش أسيبك لوحدي. أختها الفاشلة أصلا كانت بتعيط عشان الإمبراطور مش بيعبرها. خلوني أتجوزه أنا وأحمي أختي. أهلها صدقوا اللعبة ووافقوا فورا ومثلوا إنهم زعلانين. حاجة تغم النفس والله. بعد شهر تم الفرح الملكي الأسطوري. راس داخلة وقلبها حديد. غيرة النسوان دي لعب عيال بعد العذاب اللي شافته 10 سنين. كانت ناوية تدمر بلدها معه، بس البيه سابها ليلة الدخلة وخلع. شايف خناقات محظياته لطيفة ومش ناوي يدخل. بيورد على جنة. راس لقت نفسها وحيدة، حتى الشغالات مش طايقينها. مفيش غير شين حارسها الأمين اللي كان بيأكلها في السجن زمان، هو ده اللي يتشالوا على الراس. الأوضة فاضية والخدم متنكين. راس قررت تربيهم. ندحت على خدمة تجيب ميت، بس البنت طنشت. قامت راس جرتها من إيدها بقوة. أنت طرشة يا بت. رمتها على الأرض وطلعت نار من إيديها وقالت مين يا روح أمك اللي مشغلك علي؟ أنطقي، لو منطقتيش هحرق شعرك. البنت صوتت وفتنت على كبيرة الشغالات. راس بعتت شين يجيب لها الولية الحرباية دي تنظف الأوضة فورا. كبيرة الشغالات دخلت ببجاحة تقول الملكة دي ديكور، والإمبراطور عنده قمرات غيرك. يا نهار أبيض، شغالة وبتطاول على ستها. راس مش بتاعت كلام. رزعت الباب وحاصرتها. شكلك مش فهمة، أنا مالكة غصب عن عينك، ومش هسمح لوحدتي زيك تدوسي لي على طرف. كانت بتطلع غلها من أهلها فيها. الولية ترعبت من نظرة عين راس المجنونة، وقعدت تتعش وتقول أنا بمثل الإمبراطور، هنشوفه يختارك ولا يختارني يا شاطرة. راس مسكت المقص والولية عرقها شللها. عرفت إنها وقعت مع وحدة مش طبيعية خالص. اثبتي يا حلوة عشان ما أعوركيش. الولية قعدت تصوت وتتنفض مثل الفراخ، وفجأة تشك المقص اشتغل يا معلم. الوش اتبهدل والصويت ملا القصر كأنهم بيذبحوا ذبيحة. راس بصت لها باحتقار. خدش صغير وعملتي كل ده؟ الشغالة قعدت تبوس رجليها وتتأسف. متأخر يا حبيبتي. وفي الظلمة راس كملت شغلها بالمقص، والصراحة طلعت لها قصة شعر توني يتعلم منها، خلت منظرها مسخرة. سيرة راس بقت على كل لسان في القصر، والإشاعات كبرت إنها ساحرة شريرة وخطفت العرش من أختها. لقب الأميرة المنبوذة رجع يطاردها تاني. الكل بقى خايف منها، والإمبراطور بارد ومش سائل. بس راس جلها دعوة لحفلة شاي، ومهم جدا تعرف المحظيات هيجوا ولا لأ. لما شافت اسم صاحبة الدعوة وشها قلب ألوان. دي إليزا، المحظية الرابعة وأكثر، وحدة بتاعت مشاكل وقلبها مليان غل. راس ما نسيش إن إليزا دي هي اللي دلتها في السجن زمان. قالت في نفسها جيتي لي يا روح أمك، هبدأ بيك الحساب. في الحفلة النسوان كانوا بيطبلوا
لإليزا عشان غنية وعليها مناجم، وطبعا قعدوا يقطعوا في فروة المالكة ويقولوا عليها كلام زي الزفت. راس دخلت زي الصاروخة بيوزشيك، والمحظيات عملوا نفسهم مش شايفينها. إليزا مثلت إنها طيبة، بس راس حافظة حركات الجرين تيجي كويس. أنتي صحيحة خطفتي العريس من أختك، ما جبتيش معاكي غير راجل واحد. الأسئلة كانت ووحدة غبية قالت إن راس بنت غير شرعية. شعرك الأسود مش لايق على ملكنا أبو شعر فضي. راس مسكت نفسها وقالت لإليزا ببرود: طب لو حملتي من الملك، ابنك هيبقى ابن حرام برضه. السؤال نزل عليهم زي الصاعقة. إليزا اتخاضت وسنانها كانت هتكسر من الغل. راس قامت وقالت بمنتهى الثقة: يلا باي باي يا حلوين، أنا مبسوطة بس مش فاضية للهريدة، عندي عشاء رومانسي مع جوز الإمبراطور. إليزا شاطت وخدت فستانها وخرجت تتحرك، مش مصدقة البجاحة. هي متعودة تتعشى معاه دايما، ودلوقتي حاسة بالنار. قررت لازم تطرد المالكة دي برا القصر بأي طريقة وتخلص منها. وهي بيغلي الدم في عروقها شافت عمال بيدها نحيطة، وفجأة جت لها فكرة شيطانية هتقلب الدنيا. راس جهزت نفسها للعشاء، دي فرصتها تثبت قيمتها للملك. جالها جواب مفهومه إن الملك عايز يقابلها فورا. راس حست إن فيه لعبة، بس قالت قشطة، هلعب معاكي. النار في إيدها كانت متأهبة للغدر. راحت المكان اللي في الجواب، بس ما لقتش حد. الدنيا هسي وما فيش مخلوق. وفجأة تشاش سائل أبيض نزل عليها من فوق، بهدل لها الفستان والشعر. شلة إليزا كانوا بيضحكوا بشماتة وبيتمسخروا على لون شعرها الجديد. راسي بصت لهم بنظرتي تجمد الدم. كل ده كان بيحصل تحت عين الإمبراطور اللي كان مستني العشاء، وافتكر إن راس دلوقتي قاعدة تعيط في أوضتها. قال فكك منها وبدأ ياكل لوحده. يا جماعة، راس دخلت الدخلة الصح، لبسة فستان أحمر مفصل جسمها تفصيل، والشعر الذهبي خيال. الإمبراطور بص لها وكأنه أول مرة يشوف بني آدمين، وتنح في مكانه من كتر الحلاوة. البنت بقت قمر ما يختلفش عليه التنين. ده حتى الإمبراطور بلع ريقه من الصدمة، ما كانش قادر ينطق كلمة، وعينه ما نزلتش على راسي ولا ثانية، كأنه تسحر يا ناس. وطبعا بعد ما اتفضح إنه مبهور بها، لف وشه بكسوف وقعد يشرب في الكاس بلح، وفك الكرافة وهو متوتر. سألها عن لون شعرها، كان فاكره صبا، ما يعرفش إن ده لونه الحقيقي. أصل أهلها الحرابيق كانوا مفهمينها تصبغه أسود عشان ما حدش يؤذيها، وهما أصلا كان قصدهم يدمروا سحرها الجبار اللي بيبان في الشعر الذهبي. بس دلوقتي رمت كل ده ورا ظهرها وبتثبت قيمتها للإمبراطور. بس هي محبتش تفتح السيرة المرة دي معاه، وأصلا هي نسيت قرف حياتها اللي فاتت. رمت له كلمتين حلوين طيرت عقله، وقالت له إنها مبسوطة إنها بتاكل معها بشكلها الحقيقي، كلمة من هنا على كلمة من هناك. وقالت له دلوقتي لاقين على بعض أكتر. الإمبراطور نظرته كلها إعجاب، بس طبعا عامل فيها تقيل، وقال لها ما تعيشش الدور. بس راس عارفة إنها أصلا غير أي واحدة. قعد يزعق ويقول إنها قليلة الذوق وعامل فيها الوحش اللي هياكلها، وقالها شفت من عينتك كتير. راس بصت له بثقة وضحكت، لو قتلتني كده هو سر العمر يضيع علي. أول ما جابت سيرة سفينة الحوت الأبيض، الإمبراطور والشهجاب ألوان. السفينة دي هي شريان الحياة لتجارة الإمبراطورية، وكلامها هنا معناه إنها عرفة ملاوي كبيرة. راس كشفت له إن السفينة هتتهجن بعد شهر وكل اللي عليها هيتسرق، وده طبعا كان ملعوب من إمبراطورية باريس. كل خسارة للإمبراطور هتكون مكسب لأعدائه. في اللحظة دي راس ندمت على هبلها في حياتها القديمة،
إزاي؟ صدقت أبوها اللي ضحك عليها باسم المصلحة. طلع كل كلامه كذب في كذب عشان يحقق مصالحه هو وبس. الإمبراطور كان فاكر إنها جاية تشحت صفقة، بس راس صدمته وقالت له مكان وميعاد الهجوم بالتفصيل الممل. البت متأكدة من كلامها 100%. قالت له: أظن كده قيمتي بانت، وباقي الأسرار مش هتقولها دلوقتي، تقول للدلال. الإمبراطور انبهر بذكائها وخلى السكرتيرو يكتب كل حرف قالته. قال لها: لو الهجوم حصل فعلا هعرف إنك ذكية، بس لو طلع كلام فاشيوش حسابك هيكون عسير. وفي نفس الوقت إليزا اللي هي الزوجة الرابعة هتتفحم من الغيرة لما عرفت اللي حصل. إليزا حست إن بساط السلطة بيتسحب من تحت رجليها، وقررت توري راس النجوم في عز الظهر. بس راسا أصلا هي اللي كانت بتدور عليها عشان تصفي الحساب القديم. راس عرفت إن إليزا قطعت الجوابات اللي جت لها من أهلها، وطبعا ده خلاها تغلي من جواها. قررت تحضر حفلة عيد ميلاد الكونت عشان تقابلها وش لوش وتعرفها مقامها. الحفلة كانت لمة لكل الهوانم، وراس قالت دي الفرصة اللي ما تتعوضش، هتروح توري إليزا مين هي المالكة الحقيقية وتحط عليها قدام الكل وتكسر كبريائها. وهي في الجنينة قابلت الزوجة الثالثة اللي باين عليها الغلب والانطواء. راس افتكرت إزاي في حياتها اللي فاتت اتعمت بسببهم، وقررت تكون حذرة جدا وما تثقش في حد. زوجة التالتة على الشاي عشان تفهم الدنيا ماشية إزاي، واكتشفت إن إليزا مش هي السوسة الكبيرة، لا دي الزوجة الستة كامية هي المشياها كلهم وبتلعب بالبيضة والحجر. كاميا دي كان معمول لها 1000 حساب، وكان ممكن تبقى هي المالكة، والإمبراطور بيعمل لها خاطر كبير عشان يتخلص له المشاكل الصعبة اللي مالهاش حل. راس قلقت من هدوء كاميا، بس الزوجة الثالثة كانت هي نقطة النور الوحيدة في ذكرياتها السوداء في السجن. لما كانت راس بتتعرض للإهانة من كل الجواري، افتكرت وحدة كانت بتعيط وتصلي لها في الزنزانة، وجابت لها نبيذ عشان يخفف وجعها بعد ما تعذبت. راس وقتها افتكرت إنها عايزة تسمها، فدلقت الكاس بالأرض، بس لما لحست نقطة من اللي تدلق عرفت إنه مش مسموم. وصوت الزوجة الثالثة ده ونفسه الصوت اللي سمعته في السجن. طلعت هي الإنسانة الطيبة الوحيدة في حياتها. راس دعتها للحفلة وقررت تنظف الطريق من الحشرات اللي مضايقها. وفي العيد ميلاد شعر راس الذهبي خلى كل الموجودين يبربشوا بعينيهم من كتر السحر والجمال. كلهم كانوا مستنيين الخناقة بين المالكة والجواري تولع ونتف الشعر يبدأ. وراس دخلت بفستان بنفسجي دانتيل يخطف القلب. كلهم انبهروا بجمالها وجبروتها. إليزا بقى كان هيتق لها عرق، وحاولت تقل مقام راس وقالت لها إنتي عاملة كل ده عشان تغطي علينا، كأنها بيتشبه المالكة بالجواري الرخاص اللي زيها. بس راس ردت ببرود وشكرتها على ذوقها، فإليزا اتحرجت جدا. وحدة من صحبات إليزا حطت رجلها عشان راس تتعبل وتقع على وشها، بس راس مش سهلة وهي تعلم عليهم. راس لمحت الرجل اللي ممدودة وعينيها لمعت بشر. بصت للبت بنظرة معناها: إنتي جنيتي على نفسك يا روح أمك، ومحدش هيحميكي مني دلوقتي. الكونت ومراته وصلوا، وراس رسمت الضحكة وبدأت تجامل الكل، والناس بقت تتلم حواليها عشان يشوفوا الشعر الذهبي للملكي. وإليزا بقت تغلين الغيظ والولع. إليزا وصحبتها قعدوا يخططوا لمصيبة جديدة، بس راس فاجئتهم وقالت لهم بسخرية: انتوا هنا؟ تعالوا ده أنا هقعد معاكم قعدة صفا مش هتنسوها طول عمركم. وفجأة صرخة طلعت كأنها صرخة تيس مدبوح. راس داست كعب جزمتها على رجل المفتونة اللي حاولت تعبلها،
وخلت دمها يصفي وهي دايسة بكل غل وتقول أيوة كده هو تمام. إليزا صرخت: إنتي بتعملي إيه؟ راس بصت لها بقرف وقالت لها: بضبط لها ضوافر رجليها. وقالت لها: مهما عملتي الإمبراطور مش هيبص لأشكالك الرخيصة تاني. إليزا تهورت ورمت كاس الخمر على راس، والكاس اتكسر وجرح خدها. الحاشية اترعبوا من اللي حصل، بس إليزا كملت ردح وقلة أدب كأنها في حارة. راس مسكت السكينة الصفرة، وإليزا قعدت تصوت وتقول: جوزي بيحبني ومش هيسيبي. بس بلمح البصر راس قطعت لها هدومها وخلت منظرها يصعب على الكافر وفضحتها. المشهد رجع راس للمكان اللي حصل فيها زمان، بس المرة دي الأدوار اتقلبت. إليزا قعدت تداري جسمها بيديها وهي هتموت من الكسوف والذل قدام الكل. راس بصت لها من فوق لتحت باحتقار، والناس كلها بقت تتريق على إليزا. حتى جارية فاكرة نفسها مالكة: أديكي أخدتي جزاكي حلوة، ده مقامك الصح. كانيا اللي هي الزوجة الستة كانت مراقبة الموقف من بعيد، وحست إن راس مش سهلة. في الوقت ده الإمبراطور دخل وشاف إليزا وهدومها متقطعة، والكل بدأوا يفتن. الإمبراطور كشر وزعق للجواري: مين السمح لكم تتكلموا معايا أصلا؟ وبعدين راح لراس وهو متعصب وبيقولها: إنتي جنيتي على نفسك، إيه اللي هببتيه ده؟ تخيلوا راس قطعت فستان إليزا حبيبة الإمبراطور، دي بنت باشا كبير في مملكيين، والعلاقة بين الدولتين أصلا كانت ولع. أبو الإمبراطور كان مفتري وعايز يحل مملكتين، فقطعوا معاهم. زيفون كان مغلول لأن التجارة معاهم هي الحبل اللي فاضل. زيفون زعق لراس: هاتي شي الشيلة، وقلب علبة الدواء في وشها وهنها: أنت مالكيش أي لازمة عندي. بس راس ضحكت ببرود ومسحت دم جرحها على شفايف زيفون: هتعرف قيمتي قريب، اصبر عليا. الباشا اتثبت، قلبه قعد يدق وما بقاش عارف يركز. راس كانت فهمت كل حاجة، لأنها عارفة إن ملكين هيموت وهو مع حبيبته في فضيحة جامدة. قررت تلعبها صح وتبقى هي مالكة الدبلوماسية. طلبت تخرج، بس زيفون لزق فيها وكنسل كل مواعيده علشان يمشي معاها. القصر كله اتقلب. دي رحلة شهر عسل. الإمبراطور عمره ما خرج مع ستة قبل كده. إليزا لما سمعت جالها هستيريا. راس كانت فكرها رحلة عادية، بس زيفون طلع مسيطر، عايز يأكل وينام معاها في نفس الأوضة، وكمان كان هيموت من الغيرة. راس قالت له: أنت بتغير. اتحمق وقال: أهم حاجة تجيبي لي ولي العهد. بس هي كانت مشغولة بمصيبة تانية خالص، هي بس بتفكر في انتقامها. فنطرت تايرنت ده بعيد عنها وقالت له: لما مزاجي يحلو نبقى نتكلم. وسابته وخرجت في نص الليل. وهي ماشية طلع عليها حرامية. راس ما خافتش، بالعكس دي فرحت وشوطتهم بماجيك النار لحد ما خلتهم رماد. شمسة بس جامدة. كمية الغل اللي جواها خلت قوتها مرعبة أكتر من حياتها القديمة. بعدما خلصت راحت العربية اللي الحرامية كانوا مثبتينها. لقيت ملك مملكة يينا حبيبته مستخبيين في حياتها اللي فاتت. لقوا جثثهم هنا، بس المرة دي راس هي اللي لحقتهم. الملكة اترعب وحاول يخبي هويته، بس راس رشقت له الكلمة: لو مراتك المالكة عرفت إنك هنا معدي هتعمل فيك إيه؟ الملك بقى يبوس رجليها: أبوس إيدك، استري عليا. راس ضحكت ضحكة شريرة: تمام، امضي لي على العقد ده دلوقتي. رجعت الأوتيلة لقيت زيفون قاعد مقمص ومكتئبة لأنها سابته. قالها: السهرة معايا ما كانتش مهمة. فقامت رامية له العقد في وشه: اتفضل، ملكين هيعمل معاك تجارة وصداقة كمان. زيفون اتصدم، كان مش مصدق إن ده إمضاء الملك الحقيقي. إزاي ده حصل؟ الملكة ده بيكرهنا.
راس ما حكتلوش تفاصيل بس هجمت عليه. دلوقتي مزاجي رايق، تعالى ندلع شوية. زيفون نسي الدنيا وباسها، وتاني يوم رمى إليزا برة القصر ورجعها بلدها مطرودة. كده هوراس صفت أول عدوة ليها. الإمبراطور بقى ماشي حايم بيها، بس راس لقيت قطة ميتة مبعوثة ليها تهديد. عملت إيه؟ قالت للخدم اطبخوا القطط دي وقدموها. وهي بتتغدى حست بسم، جمعت كل الشغالين وأمرتهم ياكلوا الأكل ده. كله خاف وأكل إلا رئيسة الخدم، وقفت متثبتة. راس قالت بمكر تفوا الأكل فيه سم. الشغالين اترعبوا وقعدوا يصوتوا، وهي شاورت على رئيسة الخدم أنت الجانية. الست اتصدمت. راس مسكت الأكل المسموم وحشرته في بق الشغالة بالعافية لحد ما أغمي عليها. تستاهلي، محدش يلعب مع راس. راس أصلا جسمها فيه مناعة لأن أهلها كانوا بيأكلوها سم وهي صغيرة علشان يجربوا فيها. ماضي حزين بس خلها جامدة. عرفت إن الليدي ستة هي اللي ورا الموضوع، وزيفون لما عرف اتجنى وخلى الشغالة تشرب السم كله عقاب ليها. الإمبراطور بقى معجب بيها أكثر وبعت ليها دكاترة الملك بنفسه. الناس كانوا مذهولين. هو الإمبراطور بقى يحس ويخاف على حد. الحكيم قال لراس أنت الوحيدة اللي شغلتي بال الإمبراطور. الباشا بقى يخاف عليها حتى من دور البرد بنفسه. الخدم اترعبوا بعدما شافوا غلاوتها عند الملك. لو قالت كلمة رقابنا كلنا هتطير. كانوا بيترعشوا منها، بس راس فاجئتهم، وزعت عليهم أكياس ذهب وعالجتهم. الخدم بقوا يدعوا لها وحبوها جدا، وقرروا يبقوا ملاكها الحارس. ضحكت ضحكة نصر، دي أصول السيطرة، تقرص وتحني. دلوقتي القصر كله بقى في جيبها الصغير. الليدي ستة بعتت ليها عزومة عشان تتخبث عليها، بس راس راحت وهي مستعدة. الحرب بين الستات بدأت والدنيا ولعة. البت التوكسيك دي رمت نبيد على راس، بس الماجيك شغال. راس رمتها في حمام السباحة وقالت لها شكلك زي الفار المبلول. الملك بعت دعوة لزيفون رسميا، وهنا قيمة راس بانت قدام الكل. الباشا كان غيران نار ومنع سيني يسافر معهم. وصلوا مملكة يين، والملك استقبلهم بأحسن حاجة لأنه خايف تفضحه. بس النبلاء كانوا شايفين نفسهم وبيتنكروا. بقوا يقولوا إزاي تدخلوا الإمبراطور المجنون والمالكة اللي دمها رخيص دي عندنا؟ كلام زي السم. زيفون كان هادي مع إنه معروف بابن الشيطان. هو تعود على القرف ده من زمان لأن سمعته سبقة. هو اللي قتل الإمبراطور الظالم اللي فات، ومن يومها والناس مرعوبة منه وبيكرهوه. بس راسي اللي هتغير كل حاجة. البشوات قاعدين يتريقوا عليه، يقولوا مثالي بس شيطان زي أبوه. راس بصت لهم نظرة ترعب. لو فيكم راجل يعيد الكلام ده تاني. الكل ماتوا ضحك وبدأوا يهينوه بمنتهى القذارة. راس ما سمت شي بسحر النار، حولت لي غلط لفحم. الكل اتصدم من اللي حصل. زمان كانوا بيخافوا أو يمثلوا الصعبانيات ويقولوا معلش، بس المرة دي الموضوع مختلف تماما. محدش عارف ينطق كلمة واحدة. أول مرة حد يقف في ظهره بالقوة والهبة دي. راس ضحكت وقالت أنا بس بعمل اللي أي زوجة أصيلة لازم تعمله مع جوزها. من ناجي؟ قالت له شيل المسؤولية علي، محدش يقدر يهين جوزي طول ما أنا عايشة. كانت كمان بترد له جميل قديم من حياتها اللي فات. بكل ضرورة هددتهم هقطع لسانكم وأحرقه. البشوات ترعشوا وباسوا رجليها يطلبوا سماح، وعشان خاطر العلاقات بين الدول. الملكة انبسط جدا بها، أول مرة حد يحميه كده. واللي غلطوا تم إعدامهم فورا بتهمة قلة الأدب. الدلع كله يا راس بسبب جبروت راس. العلاقات بقت سمني على عسل بين الدول. المالكة بقت حديث المدينة بشطارتها وقوتها،
وما حدش بقى يقدر يفتح بوقه. الكل بقى يعشق راس، والضرات بقوا ملهمش لازمة جنبها. حتى الهدايا المسمومة اختفت تماما. الخوف يهيب أي حد يفكر يأذيه. راس ما بتنساش حقها، بقيت تبعت فيران ميتة للضرة الستة كل يوم. التانية كانت هتتشل من الغل والحقد لما راس ضربت الدوق. الضرة مستغربة ليه الملكة ما عاقبهاش على كل المصايب دي، كانت هتموت من الغيرة. إزاي الست دي لسه براسها والملك مسامحها؟ قالت أكيد بيحبها. الغل عماها وقررت تنتم من سين الخادم المسكين اللي راس بتوثق فيه عشان تكسر قلب الملكة. سين ده شاب غلبان، أهله باعوه للقصر عشان الفقر. كان هادي ومالوش في المشاكل خالص، بس محظوظ بمكانته عند راس. كان وسيم جدا، وعشان كده الضرة شكت إن فيه قصة حب مستورة بينه وبين راس، وقررت تلعب على النقطة دي. الضرة ضحكت شر، ما عرفتش أجيبك يا راس، هجيبه حبيب القلب. ما تعرفش إن راس بس بتحميه كرد جميلا لأنه أنقذ حياتها زمان. سين كان طباخ شاطر، وفجأة اتأخر وهو بيعمل الشاي. الخدامة تجي يجري وهي مرعوبة. سين اتصاب صابة خطيرة جدا يا مالكة. الضر كانت فرحانة بالدم، وسين والشهود اتشوه تماما. راس بعتت له أشطر الدكاترة، بس الجرح كان غويق والآثار مش هتروح أبدا. ده كان تهديد صريح لراس اللي تجننت من الغضب. راس راحت لسيني وطمنته بكل حنية، ما تخافش، ما حدش هيلمس شعرة منك تاني. قالت له انت لسه زي القمر في عيني حتى بالجرح. وبعديها خرجت ناوية على الشر والدم لجناح الضرة الستة. الضرة كانت مزاجها عالي بعد ما شوهت سين، متخيلة إن راس مش هتقدر تعمل حاجة عشان خادم مالوش لازمة عند باقي الناس. فجأة الباب اتفجر بنار راس، دخلت زي الإعصار، والتانية حاولت تتمسكن وتتريقي بالعياط والظلمة قدام الحرس. قالت بلؤم يا حرام، الخادم اتكسر، اطلبي من الملك يعالجه. ده لو رضي يبص في وشك بعدما بقيتي منبوذة. راس قربت منها بنظرة تقتل وبرود يرعب. الضر خافت وقالت أنا دمي نقي والملك بيحبني، لو لمستيني يطردك بره القصر. راس ما همها كلام، مسكت راسها وبنار إيديها حرقت لها شعرها كله في ثانية. الخير فيما اختاره الحريق يا حلوة. الضرة صوتت من الوجع، وراس شوهت وشها زي ما عملت في سين. الحرس جم يجروا. راس افتكرت إنهم نفس اللي موتوها زمان. راس حولت الحرس لرماد بنارها، وبصت للضرة اللي وشها اتحرق، وفكرتها بكل كلمة قذرة قالتها لها في الحياة السابقة. ضحكت راس وقالت شكلك بقى أقرف من فر ميت، دي لسه البداية يا قطة. وكورة النار في إيديها كانت جاهزة تحرق القصر. الضرة كانت بتنفس آخر أنفاسها، وفجأة الملك ظهر، بص للمنظر وقال إيه الجنان ده؟ راس ردت بمكر غيرة ستات يا بيبي. الملك مات من الضحك وقال يا خراشي على لذاذتك. بعد الموقف ده الكل بقى بيتمسح في راس ويخاف من زعلها. راس حرقت رسالة أبوها بدل ما ترد عليه لأنه مالوش مكان عندها. راحت تدور على صاحبتها، بس سمعت الخدامين بيقولوا كلام غريب. اتفاجئت إنسين لسه مكسور خاطره ومش عايز يخرج عشان التشويه اللي في وشه، وخايف المالكة تقرف منه. سينان كان مهموم إن منظره يشوه هيبة المالكة، بس هو ما يعرفش إن راس انتقمت له أشد انتقام من اللي آذاه. صاحبتها قالت له ما تخافش، الملكة قلبها كبير ومش هتسيبك أبدا بعد كل اللي عملته عشان خاطرك. سين ابتسم سخرية، عارف إن راس مش بس طيبة، دي ست بتميت راجل وعارفة مصلحتها فين تماما. سين قال أنا كل همي أخدمها بإخلاص. راس كانت وقفة ورا الباب وسمعت كل كلامه،
وحست بنغزة في قلبها اتحرك شوية، بس طمنت على سين وقالت له اتعالج بس ورجع لي شغلك، ما حدش يقدر يملى مكانك غيرك. الندبة مش فرقاتي معاه، أهم حاجة عندها إن سين ياكل ويتغذى. راس بنفسها كانت بتغير له على الجرح وبتأكله في بقه. الندبة شكلها كبير بس مقدور عليها بسحر الإمبراطور الملك. المشكلة إن الطاغية مش هيعالج حتى خادم بسهولة، فراس قررت تلعب لعبة القرب منه لحد ما توصل للي هي عايزاه. وبعدين سين قمر في كل حالاته، هي أصلاً قلبها ميت من أيام الحرب والندوب مش بتهزها. فجأة زازا عزمتهم على مهرجان الربيع، ده أكبر حدث في البلد وفيه كل ما لذ وطاب. راس جالها إحساس بالذنب، عمرها ما ذاقت طعم الفرحة، بس هي فكرتي من حياتها القديمة إن اليوم ده حصل فيه مصيبة كبيرة. السلامة مطلوبة، بس لازم تهجم على الفرصة عشان تثبت نفسها. راس خدت سين وانطلقوا في نفس الوقت. الملك جاله جواب تهديد من أبو السيدة السادسة. دوق مش سهل أبدا، الدوق ده مقوي الباشوات كلهم على الملك وبيلوي ذراعه. يا تعاقب الملكة، يعني قطع معاك بالثلاثة، خناقات كبار بقى وشغل نكاية في بعض. بس الملك نفسه طويل وعارف إن كل ده حركات نسوان وغيرة من راس. بس المعرف إن راس مدلعة الحارس بتاعها. النار لعلعت في قلبه من الغيرة. هو في إيه يا جماعة؟ كل ده وراس بتتمشى في السوق ومش همها. كل الناس فاكرين راس وسين كابل يزيق في بعض. هي مبسوطة بالخروجة، بس كمية الحرس اللي حطهم الملكة حواليها شكلهم كده بيراقبوها. بس طبعا الأكل نساها كل حاجة، دي ما صدقت تفرح. الأيام السوداء اللي عاشتها في بلدها كانت مرار. إخواتها بيتفاسح وهي محبوسة تطفح الكوتة في الشغل. كانوا بيحاججوا إن الزحمة خطر، بس النهاردة محدش هيقدر يحبسها. راس الكريمة دعت الحرس يتفسحوا هم كمان، وقعدت تجرب كل الأكل الأصلي. مش خايفة من السم، لأنها من كثر ما كانت بدوك السمة لإخواتها زمان جسمها بقى ضد الرصاص. وهي ماشية شافت كلاب صغيرة كيوت، لقت صاحبهم بيقول إنهم بيحموا أصحابهم. هي قوية بس خايفة على سيني الغلبان، فقررت تجيب له جروين يحموه. الكلاب أوفى من البشر 100 مرة. فجأة في كلاب متوحشة هربت من الأقفاص وهجمت على الناس. الحرس طلعوا السلاح عشان يقتلوهم، بس صاحبهم صوت لا، دول غالين قوي. الكلاب دي كانت مبيعة للأغنياء بس رجعوها عشان مجنونة، ودلوقتي رايحة للجيش تحرس مخازن البارود. راس ابتسمت بثقة ووقفت قدام الكلاب، وفي لحظة طلعت مارد النار من إيديها. خبرة سنين في الحرب طلعتها هنا. حاوطت الكلاب بالنار وخيرتهم تسمعوا الكلام ولا تبكوا شاورما. الكلاب طبعا خروا ساجدين من الرعب وباقوا زي القطط الأليفة بيسمعوا كلامها. راس اشترت الكلاب كلها، وفي نفس الوقت كان في واحد مستخبي بيغلي من الغل. الكلاب الغبية ضيعوا الخطة، كأن لازم يولع في الدنيا بالبارود. بس مش مشكلة، الزحمة لسه موجودة، لسه هيولعوا ده الكبريت. لقرازي القضاء المستعجل. المجرم انتفض من خضته، مش عارف الست دي كشفته ازاي بالسرعة دي. راس طيرته بتكلية رجل جامدة والحرس كبسوا على نفسه. أصلها عارفة الفيلم ده كله من حياتها اللي فات. دي عملية إرهابية كانت هتحرق الأخضر واليابس في مهرجان الربيع.
بالتصرف السريع ده. راح المجرم مع ذلك قعد يجعر ويشتم الملك. إزاي يتجوز وحدة جرية من بره ويعملها؟ ملكة الناس دي عقولها تعبانة بجد، أدى من نقي لازم يحكم. هي ديه كل حجته. راس قعدت تضحك على هبله. أصلا حكاية إن الملكة يتجوز من بره ديه عادية، والقديم بعيد نفسه، بس هو اللي عايز يعمل فتنة. الراجل السابه هو عن الثورة والحريق. فجأة عين راس اتحولت لقطعة ثلج من البرود. ده ما بتحب النار كده، هي هتوريه النار على أصولها. ما حدش بيلعب مع راس وبيكسب. في لحظة راس ولعت في المجرم من غير ما تحرق مكان، خليته يذوق طعم النار اللي كان عايز يحرق بيها الناس. الخبر طار للملكة الطاغية في ثواني، والدنيا اتقلبت. التحقيقات أثبتت إن الملكة بريئة، والراجل ده إخواني دماغه تعبانة. الملك عارف إن راس مش بتاع التفجيرات، بس هي شوهت وش المجرم بالنار تشويه تمام. قصف جبهة من النوع الفاخر. راس رجعت وهي شايلة بوكيه ورد بسيطة للملك، وحتى زازا ما سابتهاش من غير هدية. بس الدلع كله كان لسين. جابت له كلاب حراسة وبقت بتدربهم بنفسها عشان يحرسوا. سين زعل وقمص وشه، فكر إن الكلاب ده جاية تأخذ مكانه في قلبها. راس ضحكت من كل قلبها. دي بتعمل كده هو عشان خايفة عليه. لما سابت له تسمية الكلاب سماهم أسامي هبلتي زي بؤبؤ ومشمش. المالكة هنا انفجر من الضحك. راس لسانها كأنه مبا. هي قررت إن سين يلبس كمامة تداري الندبة، وقالت إنها ست شريرة وليقة مع الكلب سي. كلام زي السن بس كله جمال. طاغية عجبه جنون راس جدا. المهم دلوقتي فاضل أيام على هجوم سفينة الحوت الأبيض واسترق بزاد. راس ما سبتش دقيقة، قعدت تدرب تيكي وشيكي في الجنينة. بتستعمل فنون الحرب في تدريب الكلاب عشان يبقوا وحوش. هي مستنية اليوم اللي تثبت فيه قيامتها للكلب. راسها والفاسيش تطلع على السفينة بنفسها، بس الملكة دماغه في حتة تانية خالص. كل همه إنها قاعدة مع سين بتدرب الكلاب. الطاغية بحركة خبيثة منع التدريب في الجنينة، وأمر إنها تدربهم تحت شباكه هو بالذات. الحرس هيقع من طولهم من الصدمة. ده عمره ما سمح لحد يعدي من قدام شباكه. وبعد كل ده الملك نشف دماغه وقرر يطلع معاها على السفينة عند الميناء. هددها بالقتل لو طلعت كذابة، بس حركاته كانت آخر حنية وهو بالمس خدها. تناقض غريب بس ماشي. راس مش عارفة هو ماله قلب حنين كده ليه. فكرت إنه بيراقبها من الشباك عشان يموتها. مش جاي في بالها أبدا إنه كان عايز يتملى في جملها. السفينة طلعت للبحر، وفجأة القراصنة هجموا. راس كانت عارفة إن ده هو الوقت الصح للبطولة. قراصنة نيتهم سوداء، عايزين يموتوا كل اللي على المركب. ضابط من مملكة كابريكول كان هو اللي بيحرك القراصنة، طمعان في الكنوز اللي في السفينة عشان يبني جيش جبار. كان نفسه يهد إمبراطورية سالوس. الخطة كانت تغرق السفينة باللي فيها عشان السر يندفن للأبد. بس الرجالة لسه ما يعرفوش إن الطاغية زون وراس قاعدين بيتفرجوا عليهم من بعيد. فجأة السفينة العملاقة للملكة بانت، والملكة كان وشه جايب ألوان من الغضب. كل كلمة قالتها راس طلعت صح، والخيانة بقت عيني عينه. زون
كان هيتجن. إزاي يا راس؟ عرفت المكان بالدقة ده. القراصنة لما اكتشفوا بدأوا يضربون نار، والجنود خايفين يردوا عشان البضاعة الغالية ما تدمرش. راس ضحكت ضحكة نص، قلعت العباية وقالت: اتفرجوا علي دلوقتي. وفي لحظة نطت في مركب صغير وهجمت لوحدها على سفينة القراصنة ذي الإعصار. زونو مستني ببرود، هي عايزة تعمل اللي قالت عليه. عينه على كل حركة لراس. فجأة نطت على سفينة الحوت الأبيض والقراصنة حاصروها، بس راس قلبها ميت. دول شوية سردين. طلعت نار اللوتس الحمراء وشوتهم للجحيم، بس مش للمركب، للقراصنة بس. بتثبت نفسها بالدم، قوتها بتزيد مع كل معركة. القراصنة هربوا من الرعب وهي خرمت صدر القائد بلكمة واحدة جبارة. القراصنة تجننوا وضربوا مدافع. اترمت في البحر من الانفجار، بس شطارتها في العوم أنقذتها. البنت محظوظة بجد، نجيت بأعجوبة. المركب غرق وراس نجحت تثبت قيمتها للكل. غمضت عينها التعبانة وذكريات الماضي السوداء رجعت لخيالها. أهلها باعوها لما مصلحتهم خلصت. الحقد ملا قلبها في حياتها الجديدة، هتخليهم يندموا دم على كل غدر عملوه. فريق الأنقاذ وصل، بس راس ميتة بين إيديهم. الكل مرعوب. الكاهن حاول يعالجها وفشل. فجأة إيد كبيرة اتحطت على كتفه. الإمبراطور بنفسه افتكر إزاي كانت دايما بتحميه بجسمها الضعيف. كسر كل قوانينه وقرر يعالجها بنفسه. يا ويلي على الحب، أنا الوحيدة اللي محتاجها. الجروح لمت في ثواني. فتحت عينها واتصدمت لما لقيته هو اللي جنبها. الإمبراطور الثلج بيعالج حد. صدمة للكل. راس بقيتة بتهرب منه، مش عايزة تدخل في المتاهة دي تاني بعد كل الألم ده. فجأة الضراير دخلوا الأوضة. جايين نطمن يعني. مناظر فكرين نفسهم في خناقة، داخلين بشرهم وقلة ذوقهم. اتصدموا من الهدايا. بلع إيه البيت المثالي ده؟ هو الإمبراطور بيحبك كده؟ الغيرة هتتفك منهم يا ناس. لناس لمحت نظرتها غريبة. دي رشوة علشان أسكت. مش عايزة تعلي سقف طموحها معاه، بس الموضوع فيه إن الدرة ستة دخلت متجبسة ومغلولة. يا خطافة الرجالة، عملتي فيه سحر إيه خلاه يعالجك بنفسه؟ الكلب الصغير حب فيها وهي شوحت وصوت مثل المجانين. العساكر سحبوها برا وهي بتتوعد لراس بشر مش طبيعي. اصبري عليا، الدوك بازير مش هيسيبك. راسا ضحكت بسخرية. افتكرت الاسم ده من حياتها القديمة السابقة. نيكولا كانت كاتبة عن حفلة نحس عنده. فجأة وصلت دعوة لحفلة تنكرية. المواعيد تغيرت عن زمان. في حاجة غلط. بس قررت تكشف المستور. لازم تعرف بازير ده ناوي على إيه وهتوصل للحقيقة مهما حصل. طلع دكتور وشاطر، بس راسه لمحت حاجة قذرة. المكان ده ريحته وحشة. جه الوقت إني أنظف العفن ده. إمبراطور قاعد سرحان في ماضيه الأسود. تدريبات قاسية هي اللي خلت سحره جبار. ذكريات تقطع القلب. بس اكتشف إن راس سحرها ممكن يكون أقوى منه. انتي مين يا راس؟ ابتسم بإعجاب. الواقعة بقيت سوداء يا إمبراطور. اعترف إنه مسحورا بيها وبجمالها. عزمها على عشاء ملكي فخم جدا. راس تفاجئت إيه كل الكرم والدلع ده. بدأ يتكلم في السياسة. سفينة الحوت ودت مملكة كابريك في داهية. انتقام إمبراطورية سالوس بقى جاهز. اضطروا يدفعوا تعويض ويتنازلوا عن أراضي. عرفتي كل ده منين؟ راس اتخضت وألفت قصة بسرعة علشان تهرب. قالت إن مملكة بيري طلبت مساعدة من زمان. هي خايفة لا يشكوا فيها، بس لازم تثبت إنها بقيت واحدة منهم. أنا سالوسية دلوقتي ومش خايفة من حد. عرضت عليه معلومات سرية عن بيري لعبتها صح وبذكاء. أنا كنت الكل في الكل هناك.
الإمبراطور مش فاهم ليه أهلها رموها، ليه مخبية سحرك الجبار ده. راس ضحكت بوجع. باعوني كبش فدا لقرفهم، مش هتسكت على حقها وهتاخده تالتي ومتلت، هدفع المجارم دول الثمن غالي. كلامها فكر الإمبراطور بماضيه المرل اللي شافه في تدريبه القاسي. اطلبي اللي انتي عايزاه، دي مكافأة ملكية. الكل مذهول. ده الإمبراطور بتاعنا بارك ولا إيه؟ عايزة فلوس؟ مدينة؟ تطرد الضراير. راس ضحكت. لا يا باشا، أنا طموحي أبعد من كده بكتير. عايزة الدنيا كلها لي وليك، هكون درعك وسيفك واللي يوسخ طريقك حمحي. ده الحب الحقيقي ولا بلاش، بس تعترف إني المالكة الوحيدة ليك. الإمبراطور تثبت. انتي فعلا ملكتي، خلي بالك مني. بقى الخبر اتنسف في البلد كلها، راسي الملكة. بقى بياخدها في كل مكان وبيتفاخر بيها قدام الكل. به وقت الحفلة التنكرية. الإمبراطور غيران وقلقان جدا، بس مشغول في الشغل. لازم نشوف ليكي شريك رقص موثوق. هتاخدي الكلب معاكي يعني؟ راس طمنته وهو بعت معاها جيش حراسة. العبي بريحتك يا قمر. الحفلة بدأت وراس دخلت زي الملكات، كل العيون عليها والكلام مش بيخلص عن حلاوتها وقوتها. يا عيني على الدلع. راس كانت مبسوطة بالمديح. فجأة طلع لها واحد عمل فيها الذوق كله. قال لها أنا صاحب الليلة، بس نظرته كانت مكارة وهي كانت شاكة فيه للشوشة. الراجل ده هو اللي لبسها المصيبة في حياتها اللي رده شاهد زور نجس، ضيع مستقبلها واتهمها بالخيانة. ظلم لما بيريا هجمت على الإمبراطورية. راس مثلت إنها شربت السم وداخت في حضنه. الثعبان روب صدق نفسه وقال تعالي يا مالكة أريحك، وهو ناوي على شر كبير بعيد عن العيون. شلها قدام الكل ودخل بيها ممر سري لسجن مرعب تحت الأرض. رماها على كرسي وهو بيضحك ضحكة شريرة، مفتكر إنها مش هتصحى من مفعول السم أبدا. الثعبان كان ناوي يتسلى ويشرح واحدة مسكينة محبوس. روبان ده مريض نفسي، بيعشق تعذيب الناس وتقطيعهم حتت، ودي قمة المتعة بالنسبة له. لسه هيبدأ جريمته. لقى صوت راس جاي من وراه زي الصاعقة. لف مرعوب، لقى النار ماسكة في إيدها وبتقوله تسلم يا ذوق على العزومة وعلى السهرة دي. روبن كان هيتشل. إزاي صحية والسم في بطنها؟ راس ضحكت بالسخرية، دي متعودة على السم من صغرها، يعني شوية ميتة بليمون ميخوفوش واحدة زيها. افتكرت لما نيكولا اختفت شغالتها بعد حفلة زي دي وبعد تطلب غيرها. كله كان متخطط ليه بإجرام زمان. راس ربطت الأحداث بعضها. روبن ده هو السفاح اللي بيخطف الناس، وأبحاثه المجنونة كانت كلها تجارب بشرية قذرة اكتشفتها راس قبل الحفلة. عنوان بحثه السحر واللحن. يا ساتر يا رب. راس كانت بتتمزق بالعصير المسمومة وبتتريق على ضعفه، لأن السم ده لعب عيال بالنسبة للي ذاقته زمان. السم ده فنكوش قدام اللي شافته وهي طفلة. روبن عرق من الخوف وحاول يعمل فيها شجاع، بس راس قفشته وسألته عن الجثث اللي مرمية. السجونة كانت مليانة ناس بيصرخوا وبينكروا إنهم مجرمين. راس نظرتها بقت تلج والغضب عماها لما عرفت إنه بيعمل فيهم تجارب للموت. روبن قعد يحور ويقول دي أبحاث علمية يا مالكة، بس راس قفشته أبحاث إيه وإنت مسممني يا كذاب؟ ما فيش منطق للجنان ده خالص. راس قررت تحرق الفيلم كله بنار جهنم. قالت له خلاص كده كله هيبقى رماد، والمكان اتقلب كتلة النار في ثانية واحدة. روب تنح من جبروت سحرها. فيه إيه يا عم؟ دي مالكة النار. وفي الآخر انهار واعترف إن عائلة كارو هي اللي وزاه يعمل كده. النار كلت المكان والباب اتقفل. روبي تجنن وقال نموت كلنا سوا، وداس على المفتاح الوحيد كسره بكل غل.
راس ما شافتش جنان كده في حياتها، حرقت روب بنارها وهو بيصرخ وبيضحك زي المجانين. طلع مريض ما فيش فيه أي أمل للشفاء، بس راسه هديت فجأة قبل ما يموت. لو مات الطب في الإمبراطورية هيتدمر لأنه عبقري، مع إنه حثالة بس نفعه للناس كان أهم. ثابته بنازع ومشيت بكبرياء، كل اللي يهمها إنها سليمة وإن الناس كتير بريئة هتعيش بسبب قرارها الرزين. بره القص الحرس كانوا قلقانين على راس لأن الوقت مشي. فجأة شافوا مساجين طالعين بيجروا مرعوبين من السجن السري. المساجين حكوا كل حاجة. البنت الشقرة حرقت السجن ونقذتنا من إيدي روب. الحرس جريوا على المر وهم مشتوهين من اللي سمعوه. راس طلعت بكل هيبة وأمرت بالقبض على روب فورا. خذوه، التهمة محاولة قتل وتجارب بشرية ممنوعة. قفلت كل المخارج على عصابته وراحت تكمل سهرتها برواق. الحفلة بقت هادية وراس راحت مكان بعيد تشم نفسها. كل شوية واحد يعزمها ترقص وهي تكسفهم بأدب. فجأة إيد كبيرة مسكت إيدها بقوة. يا ترى مين اللي تجرأ يعمل كده؟ طلع الإمبراطور بنفسه، كان بيمثل إنه مش جاي، بس الغيرة أكلت قلبه وجه يدور على مراته المالكة في كل حتة. ما سمع إنها كانت مع روب لوحدهم، الدم غلي في عروقه. وقف يراقبها من بعيد وهو شايط من الغيرة القاتلة. راس كانت سارقة الأنظار كالعادة. بعدما رجعت جوزها ما قدرش يمسك نفسه، دخل بكل هبة وعينه كلها عذاب ولوم. بس راس عرفت إنه بيموت فيها وخايف عليها. حكت له كل حاجة بيده وطمنته إنها ما قتلتش روب، ثابته للقانون. راس قالت له ده كله بفضلك يا مولاي. رسمت صورة البطل عليه قدام الناس لحد ما كسبت حب الشعب كله ليه. الإمبراطور كان مش فاهم حاجة، بس الدنيا لفت به من الفرحة. شدها لحضنه وباسها بكل شوق. يا خرابي على الرومانسية، ومش مهم عنده روب يموت ولا يغور، المهم راس تكون بخير. راس افتكرت لما كان سحره بيشفي بس مش بيحارب زيها. هو ضعيف في القتال بس قلبه كله حب. كل اللي محتاجه إنه يفضل جنب راس وبس، والباقي كله ما يلزموش. وهي سرحانة الناس بدأت تزعق للحرس عشان يخرجوا. جوزها مسك إيدها وقال لها بكل حنية ودلع يلا نمشي، الحكاية دي مثل زمناش. راس انبهرت بلمسته ووافقت بضحكة كلها حب. والحرس مش مصدقين جبروت الملك. الخبر طار في المملكة كلها زي النار في الهشيم. عيلة روب وقرو انتهوا خلاص بعدما كل الفضايح بانت للكل. راس قعدت تفكر، يا ترى ليه جوزي بقى مهتم بيا كده فجأة؟ بس صاحبتها سينا جت وقطعت حبل أفكارها المشغولة بي. مجهوده في البحث هو اللي خلى كل حاجة تمشي زي السكينة في الحلاوة. الملكة ندت له مكافأة ثقيلة. هو شافها كتيرة بس هي كانت شايفة إنه يستاهل أكتر. المكافأة دي كانت بدل كل اللي عمله في حياته اللي فاتت وتعويض عن وشه اللي اتشوه. تيان كان مكتئب، فالمالكة أخذته يتمشوا ويشموا هوا. وفعلا مزاجها اتعدل وقررت تدلع نفسها وتشتري حاجات بنفسها. أما سين بقى اللي ما وراهوش غير الشغل. فاجئ الكل. راس كانت فقدت فيه الأمن، بس فجأة وقف قدام محل حيوانات أليفة. طلع عايز يجيبوا طوق شيكة لكلب الملكة. متخيلين؟ وعشان الأحمر والأخضر لايقين على بعض، قعد يتخيل الملكة والملكة وهما ماشيين بالكلب. منظر رومانسي خيالي. ورغم كل اعتراضات راس، سين دفع من جيبه واشترى الطوق. وده بقى اللي بيقولوا عليه لأجل الورد يتسقي العليا. الملكة خارجة مع المز والملكة قاعدة محبوسة بيفتكر حضن الحفلة ووشه قايد نار وقلبه بيق. شكله وقع ومحدش سمى عليه. قبل ما الملكة يفهم مشاعره، كاميا
ودت نفسها في داهية بغبائها المستفز. ضيعت هيبة عائلتها وخلتهم على البلاطة. الكل بقى يهرب منها، فبقت مجنونة وعايزة تنتقم. انتحلت شخصية أخت الملكة وخطفت طبيب غلبان، ولما رفض يساعدها طلعت الوش التاني ورفعت عليه المسدس مصممة تقابل الملك. أنا اللي أستاهل أكون الملكة، مش البت البيئة دي. إيدها كانت بيترعش، بس الطبيبة كان بارد ومش فارق معه، فلعبت آخر كرت عندها وزورت جوابات باسمه لكل العيلة المالكة. هنا بقى الطبيب بدأ يقلق بجد. حسن الحظ الحرس لحقوها ورموها في السجن. الملكة طبعا مش خايف من إخواته 999. هو الرعب كله من أخته الإمبراطورة إلى اللي صفت جوزها عشان الكرسي. الملكة كان هيجنة، وفعلا إلى اللي خايف منه حصل. راس رجعت من بره ومعها جواب الصدمة. الإمبراطورة جاية تزورهم بعد كام يوم. راس اتفاجئت من قوة العيلة دي، كلهم حكام، بس الطبيب حذرها. الإمبراطورة بيان عليها الود، بس هي بتكره الملكة كره العمى. راس افتكرت إنها في حياتها اللي فاتت كانت بينهم تجارة بس مقابل تحاش، بس بعد كل ليلة شافته من الموت ما بقتش تخاف من حاجة خالص. هي كانت متحمسة تقابل المفترية دي، بس الملكة كان وشه يقطع الرزق من الخوف. راس اتصدمت من حالته. يا لهوي على الشياكة. الإمبراطورة وصلت بلبس رسمي وشعر قصير، هيبة مش طبيعية. بس أول ما شافت راس راحت رشاها بمية باردة تقطع الخلف. حسيتي بلطافتي كده؟ الملكة طبعا كانوا عارف إن ده اللي يحصل. راس كانت هتنفجر من الشتيمة جواها، بس مسكت نفسها وابتسمت. قالت لها يا طنط، بس الإمبراطورة كان وشها خشب وقرفانة. الملك طيب خاطر راس وخلاها تغير لبسها. طلعت الإمبراطورة بتكره راس بسبب تلقيح الكلام، إلى لي وصلها من عيلة كامية قالوا عليها لئيمة وبتضحك على الملك. هي كانت شايفة راس حتى عيلة هفية، نفخة هوا تطيرها. راس طبعا مش بتاعة سكوت، وقررت تثبت وجودها. طب ما تيجي نجرب نتبارز. راس اتحدتها في المبارزة، والإمبراطورة وافقت بكل تعالي. الملكة كان بيشرب الشاي وهو عارف إن الليلة مش هتعدي على خير. فعلا دقيقتين وراس كانت فلس، بس الإمبراطورة انبهرت بقوتها المخفية وقوة نارها. طلعت مش سهلة خالص. راس اتعلمت الدرس، بس افتكرت ثورة حصلت زمان كانت هي بطلتها. قررت تلعبها صح وقالت الإمبراطورة يا طنط قصف جبهة ثلاثي الأبعاد. الحرس ما قدروش على الإمبراطورة اللي كانت هتتجن وتاخد الحكمة لنفسها، وحتى أخوها كان عايز يبيعها لدولة تانية. قررت تخلص منه، بس في لحظة نار قوية عملت حيطة بينهم. معلش يا طنط، اللي بتعمليه ده عيب قوي. راس دخلت بكل ثقة واعتذرت للملكة إنها اتأخرت. أول ما شافها حس إن روحه رجعت له، مش عارف ليه بيطمن لما بتكون موجودة. لما شافت الدم على إيد الملك الشرار طلعوا من عينها، إلى قربوا لحبيبها يذوق الويل، وبحرارة نارها سيحت سيف الإمبراطورة في ثواني، وقبل ما تفوق حاصرتها بكرات نار مرعبة. عايزة تتحكمي في الملك؟ طب إيه رأيك نحرق مملكتك كلها؟ الملكة كان مبهور بمنظر راس الجامد، وأخته المفترية بقت تترعش قدامها زي العيلة الصغيرة، وفي الآخر اترمت في السجن. الإمبراطورة مش مصدقة إن راس بالقوة دي، والملك فعلا محظوظ إن عنده سلاح زيها. بس المشكلة يرجعوا الإمبراطورة بلدها إزاي؟ السحر عندهم بينقل جمادات، بس لو قطعوها 100 حتة مش هترجع. ولو بلدها وقعت البترول هيغلى والدنيا هتخرب. ناس عارفة اللي هيحصل من حياتها إلى اللي فاتت،
ومش عايزة الدمار يتكرر. هي مصممة تحمي المملكة وتحل أزمة البنزين دي. راس سألت الملكة عن رأيه في أخته، قال لها مش فارقة معايا موتها. هنا راس ضحكت وقالت له سيب الموضوع ده عليا، عندي خطة جهنمية. دخلت راس السجن وهي ماشية بمياعة تغيظ، ولما شافت الإمبراطورة بتغلي قالت لها يا حبيبة قلبي، ما أنت لازم تساعدي أخوك اللطيف قبل ما تمشي. راس أخدتها كسجينة لبلدها، بس الحال هناك كان يقطع قلب. الثورة مولعة في كل حتة والناس بيهربوا. الشعب كان مغلل من الجيش، بس راس وقفت بكل شجاعة وأعلنت إن بلدها بتدعم الثورة. الناس كلها قعدت تهتف لراس بحماس. صوت الهتاف وصل لقائد الثوار اللي كان مستخبي، وافتكر إن الإمبراطورة رجعت تحاربهم، فقرر يطلع يمثل دور البطل. ولما طلع راسه شاف راس بتبتسم له ابتسامة ترعب، قالت له يا هلا يا بطل، أنا معاكم وجبت لكم الهدية اللي هتحرق الدنيا. يا جماعة، الناس كلها شافت المهزلة دي. العجوز اللي كان مستخبي طلعوه، والصدمة طلع الوزير، مش ده اللي كان عامل فيها صف المالكة. إيه اللي موقفه مع الثوار؟ شوفوا الوش الحقيقي للثوار. العساكر لقوا فلوس الكنيسة ولبس جيش مضروب. الوزير وقائد الثوار لسه بينكروا، بس القلم نزل على وشهم فجأة وبان كل حاجة. لقوا الأيتام والراهبات محبوسين تحت. الراهبة فضحت كل بلاويهم قدام الكل. الناس مش مصدق. كل ده كان تمثيلية علشان يلبسوا التهمة للجيش الملكي. القائد اتجنن لما اتفضح، خطف سيف وكان هيقتل راس، بس في لحظة السيف اتصدى في الهواء. عايزة تصفي حسابك، أنا هنا. سيبها، هي ملها ذنب، دي الإمبراطورة ليلى بنفسها. راس ضحكت وقالت يا طنط سيبيه لي. بس ليلى كانت شيطة، قالت لها اسكتي، أنا لازم أخذ حقي بيدي علشان أعرف أنام. لبست القائد شوطة طيرته. راس قالت لها بس كده؟ ليلى ردت لسه الدور على العجوز الخاين ده. افتكرت لما ضحك عليها ورجع إيده فضية من المعركة. طلعوا كلهم عصابة واحدة. ليلى غرست السيف في كتفه من الغل، صوت صويت جاب لآخر المكان، نزلت فيه ضرب. كده هو رايح للمقصلة رايح. القائد حاول يغدر تاني، بس راس ابتسمت له ابتسامة مرعبة. ليلى هجمت، بس راس طمنتها ما تقلقيش يا طنط، نصيبك محفوظ، أنا بس هديله مسية. وادت للعجوز حتة حنان من بتاعها. الانتقام مالوش طعم لو ما عملتوش بنفسك، صح؟ كل الثوار اتكبسوا ووشهم الحقيقي بان قدام المملكة كلها. حريق الكنيسة كان فيلا من تأليفهم، علشان يسرقوا الفلوس ويبيعوا العيال غلابة. راس افتكرت حياتها القديمة، وإن بيري والوزير كانوا سمنا على عسل. العجوز كان بيتمنظر قدام أبوها بالبلاوي دي. راس كانت عارفة، بس ما قدرتش تتكلم علشان مصالح الزي. زمان ليلى كان راسها طارت خلاص. ليلى استغربت، عرفتي منين كل ده؟ راس بصت لها ببرود وقالت لها اسكتي خالص، أنا بعمل كده علشان جلالته، مش علشان أحكي لك قصص. وحتى أخت جوزي مش هقول لك أنتي مالكة تميد مش تبعنا. ليلى اتضايقت، بس اتفاجئت إن الناس بقوا بيعشقوا راس وبيدعوا لها. ليلى قصت شعرها زمان علشان تبقى قوية. راس حست بيها لأنها جربت طعم الغدر قبل كده. عينيها دمعت لما شافت الناس حواليها مبسوطين وبيحبوها. وأخيرا الفتنة خلصت، الرؤوس الكبيرة اتقطعت، وليلى قعدت على عرشها وهي مطمنة بعد مساعدة الراس اللي نقذت المملكة. راس ماسكة العقد وبتضحك، طلعت ب3% من أرباح البترول. بس ليلى كانت مغلولة من الفلوس اللي دفعتها والمقلب اللي شربته. راس قالت لها 3% بس،
ده أنت جلدة قوي، ده من جنبي جيبي ذهب. وفي الآخر كله رايح لسالوس اللي أنا بقيت مالكته. يعني اعترفتي إني مالكة سالوس. ليلى اتكسفت وعرفت ليه الكل كان بيخسر قدام ذكاء راس ودهائها الرهيب. راس قالت كنت ممكن آخد 50% بس ما رضيتش. الكل خاف من رد فعل ليلى بس هي ابتسمت. عارفة إن راس جبارة وتقدر تعملها. ليلى حبتها بس كبريائها مانعها. مش عايزة أشوف وشك تاني. راس قالت ده أنا مرات أخوك يا غالية. ليلى قالت مش هعترف بيكي أبدا. يعني اعترفتي إنه أخوك؟ ليلى اتصدمت، افتكرت العذاب اللي شافه وهو صغير. قلبها وجعها بس لسه بتكابر وبتقول إنها بتكرهه. في الآخر مصالح الملوك بتجمعهم. ليلى قالت لها شكرا. راس بلمت يا نهار أبيض، هو أنت بتعرفي تقولي شكرا زي بقية البشر؟ ليلى قامت تودعها بكل شياكة وبتقول لها خلي بالك من صحتك. تصوروا قالت إن خناقها مع أخوها مجرد نقر ونقير إخوات مش أكتر، وهي بتودعها بمنتهى الإخلاص. فجأة طاشش ليلى دلقت عليها مية تلج. خدي بالك لا تبردي يا شاطرة. راس متغاظة بس بتضحك من غلبها. راس مشيت وهي بتحسب جوها. وليلى قالت لنفسها يا تون أنت وقعت مع وحدة مش سهلة ودماغها سم خالص.